أعزائي المشاهدين، نحييكم ولقاء أسبوعي متجدد في الشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين، في الشارع الثقافي نحن الآن في قرية مقوسة التابعة لمحافظة المنيا مركز المنيا، وهذه الاحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم. وأعزائي المشاهدين، النهارده سوف نلتقي مع حفظة القرآن الكريم والأنشطة وتوزيع الدروع، ودائما بإذن الله دعوتنا لأبنائنا بإذن الله بالتوفيق والنجاح والسداد. تابعونا وهذا اللقاء في الشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين، الغسيل مع حضراتكم في الشارع الثقافي وفي قرية مقوسة حيث تكريم حفظة القرآن الكريم الكرام البررة بإذن الله. إننا معنا فضيلة الشيخ مشرف الريدي القائم على المشارك في التحفيظ والإشراف على هذه المسابقة. فضيلة الشيخ شرفتنا ودائما مرحبا. أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله، بارك الله فيك. قولي النهارده حفظة الحمد لله بفضل الله عز وجل. القرية دي قرية نموذجية في الحفظ وبفضل الله عز وجل، ولكن كل عام بفضل الله بتخرج أفكار جديدة بتنتشر في كل مكان، وان شاء الله تخرج ثمرة كبيرة ان شاء الله عز وجل، ويكون له مستقبل كبير طيب ان شاء الله تعالى. دايما بإذن الله. هل الاشتراك من الطلاب محتاج شروط معينة؟ والله بالنسبة للإشراف هو عايز بس متابعة من ولي الأمر، على أساس أن يتابع ابنه في كراسات المتابعة. احنا عاملين كراسات متابعة كويسة بحيث أن تبين للطالب درجة الحفظ ودرجة المراجعة بتاعة الماضي بتاعه إيه، وأحكام التجويد والسلوك الإنساني بتاعه إيه. فلازم ولي الأمر يطلع على هذه الأمور عشان خاطر يطلع عليه على حيثيات ابنه من ناحية الحفظ والتجويد وإتقان القرآن الكريم. رسالة تقولها إيه النهارده للمكرمين؟ والله أقول لهم أنا أن كنتم من أفضل الناس على ظهر الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله. وأنا برضه شد حيلكم عشان خاطر فيما بعد أنتم حملة هذا المشعل النوراني الكبير إن شاء الله، وربنا يسدد خطاكم ويعينكم. عايزين تكونوا، أنا بفضل الله خدت الأول على العالم الإسلامي المسابقة الدولية للملك فهد في سنة 94، فأنا عايزكم أنتم إن شاء الله تمثلونا برضه، تمثلوا مصر في هذه المسابقة سواء كان في السعودية أو دبي، وربنا يسدد خطاكم ويبارك فيكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أولياء الأمور تقول لهم إيه؟ أقول لهم يعني ما تمنعوش أولادكم عن حفظ القرآن بحجة إن هم ده بيعطلهم عن التعليم، لأن القرآن هو المفتاح الأساسي للتعليم، وإن شاء الله اللي يسير في ركب القرآن هيصل إلى ما يريد من الناحية العلمية بفضل الله عز وجل. موفقين دايما بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب ونسعد بلقائك دايما إن شاء الله. شكرا على الدكتور. أعزائي المشاهدين، متواصلين مع حضراتكم من الشارع الثقافي وهذه الحفلة لتكريم حفظة القرآن الكريم في قرية مقوسة. تابعونا والشارع الثقافي. مولاي
فجود علي ولا طفني بعفوك يا إلهي فشأنك إفضال فشأنك إفضال وإنعام فجد علي ولا طفني بعفوك يا إلهي فشأنك إفضال وإنعام من أنا ومن أكون وما قدري في يوم توضع فيه ميزان وأعمالي ثم الصلاة على النبي المصطفى وعلى الآل خير الصحب والآل اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعزائي المشاهدين متواصلين مع حضراتكم من الشارع الثقافي وهذا التكريم لحفظة القرآن الكريم بقرية مقوسة، وسعدنا أن يكون معنا معالي النائب أشرف بيك، وانت النهارده جاي تشجع هذه البراعم، تقول لهم ايه النهارده؟ ربنا يبارك في سعادتك خالد بيه، كل سنه وسعادتك طيب، وبنشكر سعادتك على الدعوه الكريمه، وبنشكر القائمين على هذا العمل مجوسه، وبنقول لاولادنا ربنا يوفقكم ان شاء الله، واحنا جايين هنا عشان نهنيكم ونقدركم، ومكانتكم كانت كبيره ان شاء الله باذن الله بحفظ كتاب الله. وبنشكر كل ولي امر وكل اب وكل ام كانوا حريصين ان اولادهم يحفظوا كتاب الله، وباذن الله يطبقوه في حياتهم العمليه، ويكونوا قدوه منهم الاطباء والمهندسين واخواتنا العاملين في التلفزيون وفي الاذاعه والتلفزيون، واخواتنا العاملين في الكادر التعليمي والمحامين والاطباء والمهندسين، وربنا يوفقهم ان شاء الله في حياتهم العمليه، وندعوهم دايما بالتوفيق والنجاح دايما يا رب. ست نائب، هذا النهج اعتقد مشكور عندما تكون يعني عدد المكرمين النهارده اكثر من 300، فيعني ده شيء حميد جدا، وكل القرى دلوقتي موجوده والنجوع. الرساله تقولها ايه للجمعيات القائمه على هذه المسابقات؟ والله السنه دي في لفته وظاهره جميله جدا من مدارس القرآن على مستوى المركز، ويكاد يكون على مستوى المحافظه، ان لهم جهد مشكور، واعداد حفظه القرآن والمكرمين في اعداد زياده السنه دي، واعداد كبيره جدا، وبنشكر اكتر اولياء الامور سعادتك اللي هم كانوا حريصين برضه على حفظ القرآن. وكان في لفته جميله ان في امهات كبيره في السن كانوا الحمد لله حريصين السنه دي على حفظه القرآن، وكرمناهم في اكتر من جمعيه، وبنقول لهم ان انتوا ثوابكم اكبر، لان يكاد يعني يكون تعليمهم بسيط، والحمد لله حفظوا القرآن الكريم وحفظوا كتاب الله. فبنقول لهم ربنا يوفقكم، وربنا دايما مزيد من النجاح. وبنشكر كل الجمعيات القائمه على هذا العمل حفظه القرآن الكريم على مستوى المحافظه باذن الله. موفق دايما ست نائب، وشرفنا بيك، اهلا بيك وسهلا. أعزائي المشاهدين متواصلين مع حضراتكم من الشارع الثقافي، وهذه الاحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم في قرية مقوسة. وطبعا هذا التكريم له القائمين على الحفظ وأيضا القائمين على التشجيع، وهذه المؤسسة
اللي احنا بنقدم لها كل التحيه وكل الشكر والتقدير. معانا 2 من القائمين على هذه المسابقه، نتعرف على حضرتك. فانا فاروق حسين مشرف عام الجمعيه ان شاء الله باذن الله. شرفتنا استاذ فولي واهلا بيك. صلاح عبد العزيز سواء مشرف مدارس القرى الكريم بالمحافظه. صلاح استاذ فولي، يعني ما شاء الله شايفين اعداد كبيره ما شاء الله واقبال، وقريه مقوسه برضو يعني قريه متوسطه مش كبيره جدا. تقول ايه النهارده في هذه الاحتفاليه؟ هو طبعا بنشكر كل القائمين على هذا المشروع المبارك على مستوى محافظه المنيا في هذه الجمعيه المباركه، وان هذا المشروع هو مشروع تحفيظ القرآن الكريم من اهم المشروعات اللي بتقوم بها الجمعية على مستوى قرى المحافظة. وطبعا من هذه القرى قرية او فرع مقوسة، والحمد لله رب النهارده يعتبر يوم عظيم واحتفال كبير وعرس كبير بتكريم اهل القرآن وحفظة القرآن الكريم في هذه الجمعية المباركة. وكمان احنا بنقدم الشكر لاهالي الدارسين في هذه المدارس القرآن، لانهم بيشجعوا الاولاد وبيحفزوهم على انهم يرتبطوا بمدارس القرآن الكريم لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بما في هذا الكتاب العظيم. ما شاء الله. فضيلة الشيخ صلاح، كلمنا عن المستويات اللي تم تكريمها النهارده في هذا التكريم. في مستويات متعددة تم تكريمها، مجموعات متوسطة وكبار وفائقين ومجموعات تلاوة، والحمد لله يعني المشروع ينمو ويزدهر على مستوى المحافظة، وأصبح له مكانة كبيرة في قلوب الناس وفي قلوب أولياء الأمور، وحبب الله به الناس وحبب الله فيهم القرآن وجعلهم من أهله وخاصته، كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليمات: إن لله أهلين من الناس. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. عليه أفضل الصلاة والتسليمات قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ما شاء الله. قول لنا الشيخ النهارده عدد الحاضرين قد ايه المكرمين؟ والله حضرتك اديك شفت يعني العدد كبير جدا، يعني مش اقل من 200-300 دارس ودارسه، وده يمكن هم اللي حصلوا على اوائل المجموعات اوائل الفرق، ولكن طبعا بالنسبه لاجمالي عدد الدارسين داخل المدرسه هو يتعدى عن 800 دارس ودارسه. لكن اللي تم تكريمهم النهارده هم اللي حصلوا على اعلى الدرجات في مختلف المستويات بالنسبه للمدرسه. ما شاء الله. مولانا تقول ايه لاولياء الامور لتشجيع اولادهم على متابعه حفظ القران الكريم؟ يعني نحن نقول لهم: إذا تركت كنوز الدنيا لأولئك من بعدك سيأتون يوم القيامة ويفرون منك، وإن تركت لهم القرآن سيبحثون عنك يوم القيامة ليلبسوك تاج الكرامة والوقار ومنحة من الله لك. موفقين دايما باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا، ربنا يبارك فيك. كل سنه وانتم طيبين واهلا بكم دايما باذن الله. اعزائي المشاهدين، متواصلين مع حضراتكم والشارع الثقافي وهذه التكريمات الجميله الرائعه على حفظه القران الكريم في قريه مقوسه. تابعونا والشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين، متواصلين مع حضراتكم في الشارع الثقافي وهذه الاحتفالية بتكريم حفظة القرآن الكريم في قرية مقوسة، ومعانا النهارده 3 من الأشبال الرائعين النهارده اللي بيكرموا. ونتعرف عليك، اسمك ايه؟ محمد عبد الحميد صبري. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. سنة كام؟ أولى إعدادي. النهارده أنت بتكرم حافظ قد إيه؟ كام جزء؟ كان 10 إن شاء الله. ما شاء الله. إحساسك إيه النهارده بقى وأنت بتكرم مع الناس دي كلها؟ يعني لا قاعد زي أي حد مكرم، زي أي حد مكرم. مين بيشجعك بقى على حفظ القرآن؟ الشيخ عز وبابا الشيخ محمد أبو حميد. أمالك وأحلامك تبقى إيه؟ أبقى شيخ ودكتور. إن شاء الله تبقى شيخ ودكتور بإذن الله. تعرف عليك. اسمي أحمد محمد سعيد. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله. أخبارك إيه يا أحمد؟ الحمد لله. أنا كام؟ ثالثة. النهارده بتكرم حافظ قد إيه؟
حفظ 4 أجزاء 4 أجزاء لسورتين. ما شاء الله، ربنا يوفقك. النهارده وانت بتكرم مين معاك النهارده وانت بتكرم؟ مين جه من اسرتك؟ ماما وبابا واخواتي ومرات خالي وخالي اصلا هيتكرم. يعني النهارده كلهم جايين يحتفلوا بيه. حد من اخواتك الكبار حافظ معاك؟ ايوه، اختي حبيبه واخويا الصغير هارون. ما شاء الله، وكرموهم النهارده معاكم؟ ايوه، انا اختي حافظه اكتر مني، حافظه 16. ما شاء الله. قولي لبابا وماما النهارده علشان يشجعوك على حفظ القرآن. اشكرهم. موفق دايما باذن الله. انت اسمك ايه؟ مروان احمد شهيد. مروان، ازيك يا مروان؟ في سنه كام؟ سنه اولى. ثانيه؟ اولى. سنه اولى. حفظت قد ايه؟ انا حافظ جزئين. ما شاء الله. مع حد من اخواتك بيتكرم معاك؟ ها؟ ايوه. الاكبر ولا الاصغر؟ اكبر. ومين بيشجعك عشان تحفظ القرآن؟ ماما وبابا. عايز تبقى ايه لما تكبر؟ عايز ابقى شيخ. ان شاء الله تبقى شيخ محترم باذن الله. زي المشاهدين متواصلين مع حضراتكم من قرية مقوسة، وهذه الاحتفالية بتكريم حفظة القرآن الكريم. تابعونا في الشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين المتصلين حضراتكم من الشارع الثقافي النهارده، واحنا بنكرم هذه الوجوه النادرة من قرية مقوسة من حفظة القرآن الكريم. نتعرف مع 3 من المشاركين. ما شاء الله ما شاء الله. اسمك ايه؟ جنى سمير عبد الله. ازيك يا جنى؟ الحمد لله. ما شاء الله. انت سنة كام؟ اولى اعدادي. أولى. ما شاء الله. حاجة جاية النهارده بيكرموكي بقد ايه؟ كم جزء؟ 3 أجزاء. 3 أجزاء. مين بيشجعك على حفظ القرآن؟ ماما وبابا. ربنا يوفقك. النهارده احساسك ايه بقى وانت لابسه التاج الجميل ده وانت جايه يكرموك؟ فرحانه. جميل ما شاء الله. تقولي ايه لاصحابك اللي ما يجوش يحفظوا معاكي؟ لازم احفظها عشان ده القرآن ده بيحمينا من اي حاجه. ربنا يحميكي دايما كده ويوفقك. عاوزه لما تبقي ايه؟ لما تكبري عايزه تشتغلي ايه؟ مهندسه. ان شاء الله تبقي مهندسه متفوقه باذن الله. نتعرف عليكي. نغم محمد عثمان. ازيك يا نغم؟ كويسه الحمد لله. اولى اعدادي. ما شاء الله. جايه النهارده بيكرموكي بقد ايه من حفظ القرآن الكريم؟ 4 أجزاء. ما شاء الله. مين بيشجعك على حفظ القرآن؟ بابا وماما. اخواتك في حد جه النهارده بيكرم؟ بيحفظ القرآن بس مش لهم تكريم النهارده يعني كنت فرحانه وانت جايه كده وسط الناس اللي كنت فرحانه. عايزه بتحلمي لما تكبري تبقي ايه؟ ان شاء الله تبقي مهندسه باذن الله. اعرف عليكي ملك. انا اسمي ملك جابر. ازيك يا ملك؟ سنه كام؟ رايحه 3 اعدادي. ما شاء الله. ملك انت ساكنه في مقوسه؟ مين بيشجعك على انك تحفظي القرآن؟ انا وبابا. حد من اخواتك انت نمره كام في اخواتك؟ اول واحده. في حد من الصغيرين حافظ قرآن؟ عاوزين قد ايه؟ اخويا في الجزء الثاني. ما شاء الله. انت في الجزء الكام؟ السابع. ما شاء الله. النهارده مبسوطه لما جيتي وانتم بيكرموكي النهارده؟ سعيده جدا بحفظ القرآن. ربنا يوفقك يا حبيبتي. دايما موفقه ان شاء الله. باحلامك تبقي ايه لما تكبري؟ ان شاء الله دكتوره وشيخه في نفس الوقت. ان شاء الله تبقي دكتوره ودكتوره شاطره كمان. وشيخه برضه. شيخه كمان ان شاء الله. موفقه دايما باذن الله. اعزائي المشاهدين متواصلين مع حضراتكم من قريه مقوسه لتكريم حفظه القرآن الكريم في هذه المسابقه لتكريم حفظ القرآن الكريم. تابعونا والشارع الثقافي.
مشاهدينا متواصلين مع حضراتكم الشارع الثقافي وفي قرية مقوسة وتكريم حفظة القرآن الكريم الوجوه الناظرة والقرآن السكرة. بإذن الله نتعرف عليكي. مريم أحمد علي. ازيك يا مريم؟ عندك كام سنة؟ عندي 9 سنين. ما شاء الله، سنة ثالثة يعني؟ حافظة كام جزء قرآن النهارده بتتكرمي عليه؟ في الثالث. كام؟ في الثالث، فاضل لي سورتين وخلص. ما شاء الله، يعني ان شاء الله كده تحفظي القرآن كله بإذن الله. الحمد لله. مين بيشجعك على حفظ القرآن؟ الأسرة كلها ماما وبابا. ما شاء الله. جم معاكي النهارده وانتم بتكرموكي؟ جم معاكي النهارده وانتم بتكرمي؟ هما كانوا واقفين. ايوه جم. قولي لهم ايه النهارده وانت بيكرموكي؟ قول شكرا ان هم ساعدونا ووصلوني للحظه دي. يا رب كده دايما موفقه. بتحلمي لما تكبري تبقي ايه؟ مهندسه. ها؟ مهندسه ديكور. ان شاء الله باذن الله تبقي زي ما انت عاوزه تحلمي باذن الله. اتعرف عليك. حبيبه محمد سيد. ازي اخبارك؟ سنه كام؟ اولى اعدادي. جايه النهارده بيكرموكي بكام جزء؟ 10 اجزاء. ما شاء الله. مين اللي بيشجعك على حفظ القرآن الكريم والمتعة؟ بابا وخالته اللي هي الشيخ اسماء محمد صور هنا موجوده. عندك حد من اخواتك جه النهارده مكرم؟ اخويا. ما شاء الله، يعني انتوا حد تاني؟ هو اخويا التاني صغير خالص. جميل. بتحس ان حفظ القرآن بيشجعك على انك تتفوقي كمان في المدرسة؟ طبعا. تقولي ايه اللي ما بيجوش بقى من القرية علشان يحفظوا القرآن؟ تقول لهم ايه؟ القرآن ده شيء جميل جدا، هو بيقوي ايمان الشخص من هو يحفظه. ان شاء الله موفقة. عايزة تحلمي لما تكبري تبقي ايه؟ دكتورة ان شاء الله. ان شاء الله تبقي دكتورة وموفقة دايما بإذن الله. نتعرف عليكي. مي محمود محمد. ازيك يا مي؟ الحمد لله. مي النهارده حافظة كام جزء؟ 4 أجزاء. موفقة دايما يا مي. النهارده مين جاي معاكي وانت بتكرمي؟ ماما. وفي البيت بيشجعوك؟ لما تكبري كده بتحلمي تبقي ايه؟ مهندسة ديكور. ان شاء الله تبقي مهندسة ديكور وتبقي ربنا يحقق امالك واحلامك كلها. ان شاء الله. دايما باذن الله. اعزائي المشاهدين متواصلين مع حضراتكم والشارع الثقافي وهذا التكريم لحفظة القرآن الكريم. تابعونا في الشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة في الشارع الثقافي. كرمنا عدد كبير من حفظة القرآن الكريم وأيضا المحفظين والقائمين على الجمعية التي تسعى وتكرم وتساعد على حفظ القرآن الكريم. بإذن الله لنا استكمال في الحلقة القادمة مع أيضا عدد من المكرمين في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.